كم يشتغل الموظف الحكومي؟ ما يزيد عن ساعة. هل كنا مهددين بالإفلاس؟ الإفلاس حتمي. سنفتح حوارات بعد أن نرى رأي الناس بما قال الوزراء، ساعتها يكون له حق اللي قال ليش ما فتحت الهواء. ما إن بدأت الحلقة حتى انهالت ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي. فهذا المغرد قال 4 مواطنين شبعانين في محاولة يائسة لإقناع مواطن جيعان بأنه ليس بحاجة أكل، وهذا وصف داود بأنه كبيرهم الذي علمهم السحر. وهذه المغردة حمدت الله أن وزراءنا لا يخرجون كثيرا للحديث عن قضايانا، ففي دقائق معدودة أحدهما أهان الدولة والثاني أهان الشعب. وهذه غردت قائلة أن الدولة عبارة عن قدر ضغط، والشعب داخل القدر والوزراء غطاء القدر، وداود الشريان الصفيرة ينسم على الشعب فقط لا غير. وهذا وصف داود بخميني الثامنة يمارس تضليل الشعب. ومغرد آخر قال بأن واحد دخل 100,000 يناقش واحد دخل 200,000 عشان يقنعون واحد راتبه 6,000 إنه لازم يكون اقتصادي. والدكتور حمد الشيخ غرد قائلا شيء غريب وعجيب أن التوسع في الجامعات مشاريع مترفة. وعادل الكلباني وصف بعض الوزراء بأنهم مثل شجرة العبري وإنتاجيتهم 5 دقائق فقط. تجاوزت ردود الفعل مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار كتاب الأعمدة، فالكاتب طراد العمري كتب مقال بعنوان الحكومة بين النجاح والإفلاس، وفي صحيفة الحياة للكاتب عبد العزيز السويد بعنوان هل لهذا العاصوف من أثر؟ قال فيه ظهر الوزراء للإقناع لكنهم لفرط قوة الشحنة وضعوا المسؤولية على طرف واحد، وهنا كان جانب الصدقية ضعيفا. وفي مقال في صحيفة الاقتصادية للكاتب علي الشدي بعنوان إنتاجية الموظف بالميزان، وقال إنتاجية الموظف يجب أن تخضع لمعايير علمية معروفة وخير من يتحدث عنها المتخصصون في هذا المجال. وفي مقال في صحيفة عكاظ للكاتب خلف الحربي بعنوان ثلاثي الإفلاس قال فيه أصعب شيء في العالم أن تنام بشعور السعودي الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتصحو في اليوم التالي بشعور اليوناني الذي غرقت مؤسساته في بحر الإفلاس. حتى في منابر المساجد علق الشيخ محمد الرشيد على تصريح وزير الخدمة المدنية حين قال إن معدل إنتاج الموظف في السعودية لا يتجاوز ساعة واحدة في اليوم، وأيا كان الحال فإن التعميم مرفوض، فإن الواقع أيضا يشهد بوجود طائفة بل طوائف من الموظفين إن غابوا لم يفقدوا، وإن حضروا فقدوا المصداقية في أداء ما تحملوه من أمانة العمل، وتفننوا في زرع ثقافة الكسل. إننا أيها الأفاضل نرى جميعا ظاهرة ضعف الأداء للموظف الحكومي إلا من رحم ربك. التشاؤم والسوداوية وترويع الناس هذا مو شفافية، هذا جنون ونقص في العقل. حس الفكاهة وتركيب المقاطع لم يغيب بعد الحلقة حتى هذه اللحظة. Fala. Postar no Facebook, eu só perguntei pra você. Postar no Facebook? Quem postou? Eu vi no Facebook. Quem foi que postou? Não interessa. طب نسأل الرجالة دي. الحق طبعا هو اللي يمشي يا معلم. معلوم. الحق هو اللي يمشي يا معلم. الحق هو اللي يمشي يا معلم. الحق هو اللي يمشي يا معلم. الله أكبر. ظهر الحق. سمعت يا معلم أكيد؟ سمعت إيه يا؟ اللي قالوا لي كلكك. أيوه يا. الحق هو اللي يمشي. طب ما تمشي يا. ولخص البعض ما دار بالحلقة في مقاطع صوتية ساخرة. طيب تقدر تقول عندي جريوين أطوقين واحد لقت جان لقت جان لقت جان لقت جان عنزن حرته برته جمع كرته قرع قرطه جابت 6 عنق حرت برت جم من كرت قرع قرط جاهن ذيبا نحرة تبرته جمع كرته قرع قرع قطع رسل المعزة 6 الحرت البرت الجم من كرت القرع القرطه الربضات. ايش حيش طلي تويس ميو بسيس ايش حيش طلي تويس ميو بسيس ايش حيش طلي تويس ميو بسيس.